بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم 15/2/2025 السبت الساعة 7 مساء. أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك يوم السبت بإلقاء القبض على زعيم عصابة مسؤولة عن إدارة شبكة واسعة من المتسولين في المدينة بعد عملية ملاحقة أمنية وسط المحافظة. وأبلغ المصدر أن قوة أمنية تلقت معلومات عن وجود شخص يقوم بمهام زعامة التسول في كركوك، وجاءت عملية الاعتقال بعد الاشتباه بسيارة من نوع جيب، حيث طلبت القوات الأمنية من سائقها التوقف لإجراء التفتيش على أنه حاول الفرار، مما استدعى تحرك مفارز الطوارئ بتوجيه مباشر من قائد الشرطة وتحت إشراف مدير الشرطة الطوارئ في كركوك عصام زنقنة، إلى أن تمت محاصرته والقبض عليه وسط كركوك قرب مبنى قائمية كركوك. وأضاف المصدر أنه تم العثور داخل السيارة على شخصين من سكان كركوك وبغداد، وبحوزتهما أجهزة اتصال غير قانونية، هواتف محمولة، مبالغ مالية، ولوحات تحمل كتابات مزيفة تستخدم لاستعطاف المواطنين. وتابع المصدر كما تم العثور على طفل كان يستغل في عمليات تسول، إضافة إلى لوحات ولافتات دعائية مزيفة يتم توزيعها في شوارع كركوك بحجة الأعمال الخيرية، لكنها تستخدم كغطاء لجمع الأموال بطرق احتيالية، مشيرا إلى أن العصابة كانت تدير شبكة منظمة من المتسولين ويتم توزيعهم في شوارع المدينة يوميا، مستغلين مشاعر المواطنين لكسب تعاطفهم. تحياتي.